هنا ميداننا الأحلى، هنا نهدي الدنا فلا، هنا وهج من الإبداع في أرواحنا حلا، في أرواحنا حلا. هنا ميداننا الأحلى، هنا نهدي الدنا فلا، هنا وهج من الإبداع في أرواح. في مدرسة عائشة أم المؤمنين. نسبت هذه المدرسة إلى أم المؤمنين الصحابية الفقيهة العالمة عائشة بنت أبي بكر الصديق، والزوجة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم. تعلمت في مدرسة النبوة وأخذت علمها عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت المرجع العلمية للصحابة والتابعين. لقبها النبي صلى الله عليه وسلم بالحميراء لبياضها. فأهلا وسهلا بكن في مدرسة عائشة أم المؤمنين. مرحبا بكن في قاعة الشهداء. اسمي الشهداء بن جابر بن زيد الأزدية. لقبت بالشهداء بسبب شعر في رأسي، ووالدي الإمام جابر بن زيد الأزدي العماني من التابعين الذين أخذوا العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدت بمدينة البصرة في العراق، وأخذت العلم عن والدي وكنت به حريصا على طلب العلم والتفقه في ديني. نسابق خطوة بكم في قاعة السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها هي أول زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولدت في مكة المكرمة ولقبت بأم المؤمنين والطاهرة. لقبت بالطاهرة لعفتها. كانت سيدة أعمال وتاجرة ذات مال. تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ب15 عاما. هي أم أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم: القاسم وعبد الله وزينب وفاطمة وأم كلثوم ورقية. أهلا بكم في قاعة أسماء بنت أبي بكر الصديق. أسماء بنت أبي بكر الصديق صحابية جليلة من السابقين الأولين إلى الإسلام. لقبت بذات النطاقين لشجاعتها ولدورها في الدين النبوي الشريفة. جمعت المكة والبصرة من جميع أطرافها. هي زوجة الصحابي الخليل الزبير بن العوام. أبنائها عبد الله بن الزبير، الفقيه عروة بن الزبير. عاشت عمرا طويلا وتوفيت في مكة المكرمة في سنة 73 هجرية. أهلا بكم في قاعة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء هي سيدة السائر في الجنة. ولدت ملقبة بالزهراء وبالبتول. هم في قاعة الخنساء. هذه هي قاعة الخنساء. الخنساء هي تماما بنت عمرو، وهي أشهر شاعرة في تاريخ العرب. عاشت في الجاهلية ثم أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 8 للهجري. لقبت بالخنساء بسبب قصر أنفها مع ارتفاع أنفها. لقبت بالبلاغة والفصاحة والصبر، حيث استشهد أبنائها الأربعة في معركة القادسية. توفيت سنة 24 هجري. هنا ميداننا الأحلى، هنا نهدي الدنا فلا، هنا وهج من الإبداع في أرواحنا حلا، في أرواحنا حلا. هنا ميداننا الأحلى، هنا نهدي الدنا فلا، هنا وهج من الإبداع. القلب يشبه هذا الشيء المهمل. فالذنب الصغير والغفلة العابرة يعني لا يفسد القلب مباشرة، لكن إن تركت بلا توبة ولا ذكر ينمو سريعا ويتحول إلى فساد. عبارة عن القلب أن في واحد من الأكواب يحتوي على الماء. الماء اللي داخل الكوب يمثل اللي هو التقوى والإيمان. أما النار اللي بنشعلها في الكوبين تمثل اللي هي الفتن والشهوات. أول شيء بنعرض الكوبين لمصدر الحرارة وبنشوف من اللي يحترق ومن اللي لا. شوف أنا الكوب الفارغ احترق، أما الكوب اللي يحتوي على الماء ما احترق. ليش؟ لأن الكوب الفارغ لا يحتوي على شيء يحميه، أما الكوب اللي يحتوي على الماء
مصدر الحرارة، فعشان كذا الكون محترق. نفس الشيء القلب اللي هو موضوعنا. القلب اللي فيه إيمان وفيه تقوى أكيد ماذا يعني بيتصدى للفتن والشهوات. أما القلب اللي خالي من هذه الأمور أكيد بيحترق. الماء الصافي الصديق الصالح، يمثل الماء الملون الصديق السيء. يتأثر المناديل بالماء الذي يوضع فيه مثل الإنسان يتأثر بمن يصاحبه. اسمه ايش؟ القلب السليم اللي نتمنى يكون قلوبنا كلها سليمة. زين فيها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما تحب تشاركنا تسحب من الصندوق. الغيبة حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في ملتقى سفيرات القرآن تحت شعار نلتقي بالقرآن ونرتقي بالإيمان، الذي تجتمع في الشيطان الرجيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قل للذي هجر الكتاب وما تلا في يومه وردا من القرآن، أدراك تبصر للسعادة موطنا أم تاه قلبك في دجى الأحزان؟ عالج فؤادك بالكتاب فإنما طب القلوب تلاوة القرآن. لم أر خليلا يرفع قدر خليله كالقرآن، هو الوحيد الذي يصحبك طول رحلتك إلى الله. في الدنيا يشرح الله به صدرك، وفي القبر يؤنس الله به وحشتك، ويوم القيامة إلى الجنة يقودك. إذا استوحشت من الدنيا فاستأنس بالقرآن، فأقسى غربة يعيشها الإنسان حينما يبتعد عن القرآن. يقول أحد الصالحين: إذا ضاقت في وجهي الدنيا قرأت صفحات من القرآن، وما هي إلا أيام، ويفتح الله لي من حيث لا أحتسب رزقا وعلما وفهما. أنتن حفيدات هذا الجيل القادم إن شاء الله، وأمهاتهم إن شاء الله. أنتن حفيداته، لكنكم أنتن الآن أمهات هذا الجيل الذي سيأتي. أنتن من تصنعن إن شاء الله الجيل القادم. ما لك أن أبقى مستيقظتين حتى الفجر؟ أشعر بأن الليل أطول من النهار. فكرة رائعة. أصلا لا أشعر بالعصر قبل 3 أشعر بأن رأسي ثقيل منذ الصباح، وأنا أعاني من حكى الغلام كأن الله يلهمه. مشتاقون نلقاك نسير اليوم بخطاك، عسى نراكم حياك حياك. مشتاقون نلقاك نسير اليوم بخطاك، عسى نراكم حياك حياك. ونرسل دربا يا رسول
لمن تعال بالجود أسفل ما يريد